صباح الفل عليكم. جات لي رسالة هتخليني اسافر اسكندرية مخصوص من القاهرة. بصوا الرسالة بتقول ايه بقى؟ باشا بعد اذنك انا من اشد المعجبين بيك، انا وبنتي، احنا من اسكندرية وبنتي مريضة السرطان. ربنا يعافيك، انا والله لا محتاج فلوس ولا محتاج حاجة، انا محتاج تصور معاها حلقة بعد اذنك، ممكن اتواصل معاك؟ يا ريت لو تشرفني تكبر بخاطري انا وبنتي، اكون شاكر ليك. انا عارف ان انت راجل محترم، احنا من الفانز بتوعك. ربنا يشفيها يا رب ويعفو عنها، وعلشان سفريتي او ان هي تشوفني هيفرق معاها، فانا هسافر لها والله العظيم اسكندريه مخصوص دلوقتي حالا. يلا بينا نبدا. احنا دلوقتي اتحركنا زي ما انتم شايفين على طريق اسكندريه، وان شاء الله ساعتين زمن ونوصل. انا كلمتهم في التليفون وهي اسمها فرح، وانا عامل لها مفاجاه حلوه جدا ان شاء الله هتفرحها. يلا بينا يلا بينا. وصلنا المكان اللي ابو فرح قال لي عليه بالظبط. يلا نرن عليه علشان يجي بقى بسرعه. السلام عليكم. ابو فرح انا وصلت على ناصية الشارع اللي انت قلت لي عليه. طب احنا جايين لك اهو. ماشي ماشي على الشارع على ناصيته كشك نور الاسلام. ايوه تمام. هو ده؟ ايوه ماشي. طب يلا انا مستنيكم. سلام سلام سلام. هو جاي اهو حالا اهو. اتصلت بيه وجاي حالا. عايزين نشوف بقى فرحة فرح هتبقى عاملة ازاي. ايه يا عم السرعة دي؟ انتوا جايبين لنا تخبطونا هنا ولا ايه؟ السلام عليكم. نورت الدنيا. ازيك يا ابو فرح؟ عامل ايه؟ يا باشا. أخبارك؟ الله يبارك فيك. اهلا. ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك عامله ايه؟ ولادك؟ ربنا يخلي ما شاء الله. ازاي انت محمد؟ لا ده محمد. انت محمد؟ كلمتك في التليفون صح؟ تعال على جنب. انا جيت لك من القاهره لحد هنا على فكره مخصوص. ربنا يخليك والله العظيم. مبسوطه؟ جدا والله بجد؟ حقيقي. والله يعني المشوار مش على الفاضي؟ لا والله العظيم مش على الفاضي، انا حقيقي مبسوطه وانا متابعاك يعني، وبحب حضرتك جدا اصلا. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. انا مبسوط بفرحتك دي والله العظيم. ربنا يخليك بجد والله 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 العظيم. حقيقي ربنا بس انا يخليك. جبت لك ايه بقى؟ افتح البوكس كده. ربنا يخليك. يا لهوي. الحاجات دي كلها بتاعتك. البوكس ده بقى ده بتاع ابو فرح مش بتاع فرح. يا رب يبارك في عمرك. يا رب يبارك في عمرك. حلوه؟ حلو جدا بجد، شكرا بجد؟ والله. وانا بجد حقيقي بحب الحاجات دي قوي قوي. انا بحب الدباديب جدا. بتحبي فلافله؟ الله، بعشقه. يا انا رب. عندي منه كتير قوي. يا رب ذوقي يطلع حلو. لا والله حقيقي تسلم ايدك حضرتك ربنا يعني يخليك. والله. عايز المره الجايه لما اجي اقابلك تبقي خفيتي 100% وتبقي سليمه ماشي، وعايزك دايما يبقى عندك امل في ربنا. يا رب والله ان شاء الله. لا والله بس هو حضرتك في الاول حسيت ان انا يئست، يعني مش يئست، حسيت اول يعني في الاول كده اللي هو وانا ليه حصل لي كده، طب انا عملت ايه، طب انا ما اذيتش حد. بعد كده بقى افتكرت ان ربنا رحمته واسعه، وان هو ما بيجيبش حاجه وحشه لحد. يمكن يعني كنت هعمل ذنب كبير قوي، فربنا يعني حاسس ان هو عاوز يخفف من عليا. بعدين يعني افتكرت ان انا ليا ثواب كبير يعني الحمد لله. في الاول يئست، وفي الاول قعدت اقول لا مش عايزه اخد جرعات، لان الجرعات حقيقي كانت تتعبني جدا. ماشي. يعني في الاول كنت ما كنتش حابه الموضوع، اللي هو انا ليه حصل لي كده، وحوار ان فكره شعري ده برضو يقع، فحوار برضو ما عجبنيش. اللي هو انا كنت شعري كان عزيز عليا خالص، ما كنتش متخيله انه هو يقع، وزعلت قوي انه وقع، وكان بيقع بالتدريج. كنت كل ما اقوم الاقيه وقع فزعلت عليه. بس لما لقيت ان انا بتعالج اصلا في مستشفى اللي هي كلنا كده في قسم الاورام، لقيت يعني ان انا احسن واحده فيهم يعني الحمد لله. دي مقطوعه والرجلين مبتوره، وان يعني انا وفي حالات اصلا اصعب من الكانسر اصلا. بس يعني كل اللي لقيت اللي انا فيه ده حمدت ربنا اصلا والله حقيقي. شاطره قوي يا فرح. ربنا يخليك بجد والله يعني الله يرضى. الكلام اللي انت بتقوليه ده يعني بتاع حد سنه كبير، ان انت تكوني فاهمه اراده ربنا وراضيه كده، فدي حاجه جميله والله. الحمد لله. انا عايز دايما يبقى الامل ده كده موجود، ان شاء الله. والضحكه الحلوه دي. ربنا يخليك. عايزين على طول نشوف ضحكتك الحلوه دي. ربنا يخليك والله. ربنا يفرحك يا فرح. ربنا يخليك والله. اتبسطت جدا جدا بالهديه، اتبسطت بوجودك، ان انت حضرتك جيتني اصلا، ده حوار اصلا يشرفني. ربنا يخليك. انا اللي اتشرفت بيكي والله. ربنا يخليك والله.
طبعا عشان مش عايز اطول عليكي عشان ما عادي تتعبيش. ولا يهمك. خدي الهديه بتاعتك. ميرسي جدا خلاص لحضرتك. وان شاء الله هشوفك تاني. ان شاء الله. المره اللي جايه بقى اجيب لك الهديه بتاعت ان انت خفتي خلاص بقى وبقيتي 100 100 ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يفرحك يا ربنا حبيبتي. يخليك. يلا مبسوط اللي انا شفته. عايزه حاجه؟ المشوار اصلي ما فيش في الدنيا دي اغلى من روح انسان، وعشان اجيال